ثق تماما والله سيثبتك الله سبحانه وتعالى. قالوا أعجب الأشياء قلب عرف الله ثم عصاه. قلب عرف الله ثم عصاه. هذا أخونا يسأل ولسان حاله: بطلت أتحمل يا شيخ، الفتن كثيرة، الشهوات من كل جانب، والثبات أصبح صعبا جدا. أقول: صدقت أخي، صدقت، فالفتن تحيط بنا من كل جانب ومن كل حدب وصوب، والثبات صعب نعم، ولكن إذا عرف العبد أسباب الثبات والله رغم كثرة الفتن ورغم كثرة الشهوات إلا أن العبد يستطيع أن يثبت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الثبات له مقومات، هذه المقومات إذا وجدت عندي وعندك ثق تماما والله سيثبتك الله سبحانه وتعالى. أول مقومات الثبات معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته أحببته لا محالة. قالوا أعجب الأشياء قلب عرف الله ثم عصاه. تعرف على اسمه العليم الخبير المحيط القدير البصير السميع العليم، فتستشعر مراقبته سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. كذلك من المثبتات كثرة الدعاء، والله كثرة الدعاء والتضرع والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء بالثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كذلك التعلق بالقرآن، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ قراءة من يبغي الثبات. كلما مررت بآية فيها عن جنة أو عن نار أو قصة نبي أو عظة أو عبرة تقف عندها فيثبت الله عز وجل بها قلبك. كذلك من المثبتات الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك أخي تذكر الجزاء والتيقن على الجزاء. خاطب نفسك وقل لها: غدا إن صبرت على شهواتك وعن الحرام غدا ستكرمين بجنة عرضها السماوات والأرض. خاطب نفسك، قل لها: يا نفس اصبري على الحرام حتى غدا تكوني من أولئك الذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اصبري حتى تكوني من أولئك الذين قال الله عنهم: وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
ودائما خاطب نفسك بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. هذه الآية ارفعها عند كل لحظة ضعف، عند كل شهوة، وعند كل نزوة، حتى ترجع هذه النفس. ذكرها: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بل من يأتي آمنا يا رب، بل من يأتي آمنا يا رب، والله هو خير وأبقى. فبهذه المقومات وبهذه المثبتات تثبت أخي، تثبت. والثبات لابد له من مجاهدة. والله لن تستلذ بلذة العبادة ولا بلذة الاستقامة إلا إذا جاهدت هذه النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أكلما اشتهيت عصيت؟ فلن تتعلم الصبر ولن تتعلم المجاهدة. فالثبات الثبات، وغدا ستدرك قيمة الثبات على الطاعة لما تخرج هذه الروح. غدا ستدرك قيمة الثبات على الطاعة لما يتركك أحب الناس على قلبك في قبرك وحيدا. غدا ستدرك قيمة الثبات على الطاعة لما تمشي على الصراط، ولما توضع الأعمال في الميزان، ولما فاصبر فوالله ما هذه الدنيا إلا ساعة، فاجعلها في طاعة. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة كما قال السلف. فصبر هذه النفس، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. واصبر وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه، اللهم آمين. والله ما هذه الدنيا إلا ساعة، فاجعلها في طاعة. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة كما قال السلف.